اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل النهارده نوتيلا في البيت، نوتيلا اقتصاديه، مش هتحتاجي تشتريها من بره تاني بعد الفيديو ده. نفس الطعم. عندنا كوبايه لبن وكوبايه سكر وتلات ارباع كوبايه زيت وتلات ارباع كوبايه لبن بودره ونص كوبايه كاكاو، بس انا عايزه كاكاو فاتح مش غامق. اول حاجه هنزل بكوبايه السكر وكوبايه اللبن ومعلقتين فانيليا سايله تديلها طعم رهيب، وهضرب ده بالمضرب الكهرباء زي ما انتوا شايفين عشان السكر يدوب كده في اللبن. وهنستعمل سكر ابيض ناعم، ابيض ناعم. ما كانش عندك سكر ابيض ناعم اضربي السكر في المطحنه وطحنيه الاول. بعد كده هنزل باللبن البودره، تلات ارباع كوبايه لبن بودره، وبعد كده هنزل بالكاكاو. كل ده بقى هضربه بالمضرب الكهرباء اللي انتوا شفتوه. ما عندكيش مضرب كهرباء ممكن تعمليها في الخلاط، بس ما تعمليش المكونات كلها مع بعض عشان بتتقل في الخلاط وممكن تبوظ الخلاط. اثناء ما انا بضرب كده بالمضرب بحط بقى الزيت شوية بشوية، بنزل بالزيت كده شوية بشوية. يفضل ان احنا نستعمل زيت مالوش ريحة قوي، يعني زيت ذرة، يعني بيبقى خفيف، زيت خفيف كده ومالوش ريحة وبيبقى لونه شفاف. بنفضل بقى نضرب كده بالمكونات دي كلها نضربها، وكمان بنحط الزيت شوية بشوية واحنا بنضرب. هتديكي نفس طعم النوتيلا الأصلية، ومش هتحتاجي تشتريها من بره بعد الفيديو ده، والله نفس الطعم. وهتعملي برطمان كبير زي اللي انت بتشتريه من بره. وصل تمنه دلوقتي يعني مبلغ وقدره. لا، بنعمله في البيت بمكونات موجودة في كل بيت، وكمان مكونات كمان عارفين ان احنا مستعملينها بقى من البيت ونضيفة وكل حاجة. احنا بقى بنضرب كل المكونات دي زي ما انا قلتلك. كوباية من اللبن وكوباية من السكر، انا عايزة سكر ابيض ناعم، وبضربهم وبحط عليهم الفانيليا، وبعدين بنزل باللبن البودرة، وبعدين بنزل بالكاكاو. وانا عايزة كاكاو فاتح مش غامق عشان يدينا نفس اللون بتاع النوتيلا، يبقى فاتح كده مش غامق. هو فاتح بس الصورة هي الوقت مغمقة شوية. بعد كده بنفضل بقى نضرب. اهم حاجة بقى الخطوة دي بنفضل نضرب كتير عشان قوامه يتقل معانا. اثناء ما احنا بنضرب كده بنحط الزيت واحدة بواحدة. عندنا تلات ارباع كوباية زيت، ويفضل ان هو يكون زيت يعني ملوش ريحة، وبيبقى زيت نباتي، يعني بيبقى لونه شفاف كده وكويس خالص. بعد ما ضربناها انا فضيته بقى في حاجة ومليت برطمان زي ما انتوا شايفين اهو، ولونه فاتح وجميل، ومش هتفرقيها عن النوتيلا اللي بتشتريها من بره خالص. بعد ما مليت البرطمان مليت كمان بولة كانت عندي، بصراحة الولاد خلصوها كلها. اول ما خلص طبعا انت بتحطيها في التلاجة بقى، بتغطيها وبتحطها في التلاجة لحد ما توصل للقوام. ان شاء الله بقى في التلاجة هتجمد معاكي وتبقى زي الفل، هتبقى زي النوتيلا اللي بتشتريها من بره واحسن كمان واوفر. ما تنسيش بقى تعملي لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة